تحية عالية لجميع متتبعات ومتتبعي قناة الثقافة العربية وتطبيقاتها. أعتذر مرة أخرى كما العادة لطول المدة. طبعا لطول المدة التي فصلتنا عن هذا اللقاء مع المتتبعات والمتتبعين الكرام لهذه القناة. هناك أسباب موضوعية تحول دون تتبع هذا الملف، ملف الأستاذات والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. لكن عندما يكون حدث يحمل دلالات تاريخية وخاصة فإنني أجد نفسي ولا بد أن أدلي بدلوي في الموضوع. طبعا في هذه الحلقة هذا الفيديو يتعلق بالمراسلة التي وجهت إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك يوم 27 أكتوبر 2025 أي اليوم. طبعا التنسيق الخماسي هو الذي أخذ على عاتقه هذه المسؤولية من أجل أن يشعر مرة أخرى الوزارة الوصية الموقرة على تفريطها في هذا الملف، ملف استصدار نظام أساسي خاص بالأستاذات والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. إذن هذه المراسلة هي في شأن كما قلت سابقا، هي في شأن إحداث النظام الأساسي الخاص بالأستاذات والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. طبعا يتأسف التنسيق النقابي المتكون من الجامعة الوطنية للتعليم BMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم GTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT. إذن كل هذه المكونات النقابية يؤسفها ما تفعله وزارة التربية الوطنية وكل المسؤولين عن الملف. فهذا الملف بالضبط ملف النظام الأساسي الخاص بالأساتذة والأستاذات المبرزين. إذن طبعا رجاء أريد أن أرجو من السيدات والسادة الأساتذة والأستاذات المبرزات والمبرزين أن لا يأكلوا في جسمهم. رجاء المسألة كاينة لي غوني وكاينة كما هو معروف، كاينة لي غوني وكاينة السخرية وكاينة من أجل أهداف إلى غير ذلك، ولكن ما نبقاوش ناكلوا الجسم ديالنا. كفى من أكل جسمنا ومن تشكيك في كل شيء. نحن طبعا الملف قائم. الأستاذات والأساتذة المبرزون بذلوا مجهودات جبارة في هذا الإطار. النقابات بذلت مجهودات جبارة في هذا الإطار. التنسيقية المبرزين بذلت مجهودات كذلك جبارة في هذا الإطار. لا أحد منا لا يريد أن يخرج هذا النظام الأساسي إلى الوجود، ولكن لا ينبغي أن نحمل بعضنا البعض ما لا طاقة لنا به. فالطاقة كل الطاقة
بيد وزارة التربية الوطنية، قبل ذلك هي بيد الدولة، وبالتالي بيد الحكومة وبيد الوزارات اللي عندها مسؤولية في هذا الملف، ملف استصدار النظام الأساسي الخاص بالأستاذات والأساتذة المبرزين. إذن ينبغي أن نتوحد حول هذه المسألة، وينبغي أن نحمل المسؤولية للآخر لأنه يتلكأ، ولأنه مسؤولية النقابات انتهت يوم قدمت مشروع، يعني كما يشير إلى ذلك. ونقرا بهذه المناسبة، لأن كاين هنا ان هيستوريك، كاين تاريخ ديال تطور هذا الملف، على الرغم انه هذا التاريخ تاريخ قديم منذ 36 سنة وهو يعتمل وهو يتمخض ولا يلد مع الأسف إلا فئران. إذن إلى حد الآن لم يلد أي شيء، تمخض ولكن لم يلد أي شيء. يا ريت لو ولد فأرا في هذا الإطار هذا ديال النظام الأسدي. إذن يؤسفنا في المكاتب الوطنية للنقابة التعليمية الأكثر تمثيلية مراسلتكم مرة أخرى بسبب التأخر غير المبرر في إصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين تنفيذا لبنود اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي نص على إصداره خلال سنة 2024. نراسلكم من جديد السيد الوزير لأن الإحباط والتذمر بلغ مستويات مرتفعة بين صفوف الأستاذات والمبرزات والأساتذة المبرزين، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاهه، وفي ظل استمرار غياب نصوص قانونية واضحة تؤطر مهامهم وتحصن حقوقهم. يعني أن هناك مبرر قانوني يجعل من هذا النظام الأساسي أولوية. بالله عليكم، بالله عليك السيد المحترم السيد وزير التربية الوطنية، بالله عليك، هناك فئة قريبة من الأستاذ والأساتذة المبرزين وأعطي لهم وحقق لهم مطلبهم في النظام الأساسي الخاص به، وهي الفئة ديال الباحثين والباحثات اللي غير تابعين للجامعات. هذو راه عندهم قانون، هذاك القانون راه يشبه ينبغي أن يشبه إلى حد كبير النظام الأساسي الخاص بالمبرزين والمبرزات، لأن المهام اللي عندهم راه نفس الشيء. علاش قلنا من خارج الجامعات؟ لأن مع الأسف الحرم الجامعي أصبح شبه مغلق، كما كيقول سميتو في كارلوف، هذاك الشيء ديال الفيزيك، ولا تقريبا شبه مغلق، ولا بحال ان سيستم كلو ايزولي، يعني ما يدخل له حد. المبرزين ما عندهم ما يديروا عندنا. الحمد لله الحديقه ديالنا اينعت، الاتباع ديالنا كثار وكذا الى غير ذلك. لا، ما عندنا ما نديروا بالمبرزين والمبرزات. اسيدي ما غاديش ندخلوا معاهم. حنا خصنا نظامنا خاص، نظام اساسي خاص بالاستاذات والاساتذه المبرزين، لي زاغريجي خصهم نظام اساسي خاص به. مزيان. اذا الان السيد الوزير المحترم بعد توقف اشغال اللجنه التي تشكلت ستانيستوريك هنايا نهايه 2024 برئاسه الكتابه العامه لوزارتكم من اجل انجاز مشروع نظام اساسي خاص بالمبرزين، وبعد قطعها لمراحل متقدمه، يعني باش ما خصناش نكونوا عاوتاني بحال اللي كنلعبوا، وراه ما كاينش اللعب. هذا الشيء راه ما فيهش الهزل، هذا الشيء راه فيه جديه. من بينها تقديم النقابات مشروع النقابات راه قدمات مشروع مشترك. علاش حنا نبقاو نحملوا دائما النقابات؟ علاش نحملوا دائما النقابات وكذا ونبقاو ناديو بشي حوايج كاع ما كايناش، ونلتفوا جميع باش نكتسبوا هذا الحق هذا. خلينا من هذا التخربيق ديال النقابات. شي يضرب في النقابات، شي يضرب في التنسيقيه، شي يضرب في راسو، شي يقتل راسو، شي حنا يعني اغلاوه وسميتو ابعد من هذه الابعاد القصيره اللي بغى المبرز يوضع راسو فيها. اذا كاين مشروع نظام اساسي تعطى واستقبلته الوزاره، وكانت تعقد لقاء
وبعد قطعها لمرحلة متقدمة بينها تقديم نقابة مشروع اللاغي منذ حوالي سنة، جاء في رسالتكم بتاريخ إلى غير ذلك أنه ستتم مواصلة العمل على المشروع طبقا للاتفاق، كما جاء أيضا في البلاغ المشترك للوزارة والنقابة بتاريخ عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار، تأكيد الوزارة على أنها راسلت القطاعات المعنية في الموضوع، وأنها ستبرمج خلال الدور هذه السنة اجتماعات للحسم في الملف، إضافة إلى تأكيد مسؤولي وزارتكم في أغلب الاجتماعات على ضرورة تنزيل هذا الاتفاق. ومع ذلك سيد الوزير لم نتوصل لحدود الساعة بمشروع وزارتكم لهذا النظام الأساسي، والمبرزون لا يرون أي أثر فعلي لهذه الوعود التي تظل لحدود الساعة، مع الأسف الشديد مجرد وعود بعد حوالي سنة من الاتفاق المذكور، وهو الأمر الذي يضرب الثقة في المؤسسات ويهدد مساعي الإصلاح المنشود. ولا يخفى عليكم السيد الوزير أن نظام التبريز هو مكسب للمنظومة التعليم والتكوين في بلادنا، وأن الأساتذة المبرزين يعتبرون بشهادة يعتبرون بشهادة مسؤوليتهم بشهادة المسؤولين في الوزارة، يعني بأنهم من خيرة أطر الوزارة كفاءة وتفانيا لما يقدمونه من عمل كبير ضمن عدد من مسارات الجودة والتميز داخل المنظومة، وأن الاستثمار في تعزيز هذا المكسب وفي تحفيز هذه الفئة من المدرسين هو من صلب مسؤوليتكم. إذن لكل ما سبق السيد الوزير فإننا نطلب منكم التعجيل بعقد اجتماع للحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، يكون منصفا ومحفزا. يعني بالنسبة لهذا النظام الأساسي، الغريب في الأمر ما كاينش شي فئة اللي المعنيين بالأمر اجتهدوا واقترحوا وعطاو يعني مسودات ديال نظام أساسي وبحثوا انطلقوا من 2011 وكذا كذا، وفي التالي ديروا لنا بحال هكا السيد الوزير. لا، يعني كيخص تتعاملوا معنا بمسؤوليه. اسكيليا دي ريزيستانس، واش كاين دي فورس ريزيستانت اللي لا تريد ان يخرج فيما سيهم المسؤولين ان خرج نظام اساسي خاص بالاساتذه المبرزين، فيما سيضره. يلا فلنعتبر جدلا على انه كاين واحد الفئه اللي ما بغاتش هذا النظام الاساسي يخرج للوجود. علاش؟ فين الضرر اللي فيه؟ انا ارى فقط فيه فقط المنفعه. فاش غادي نضرك نتايا يعني كاستاذ باحث ولا كاساتذه باحث في الجامعات ولا اللي انت كرئيس جامعه ولا انت كعميد ولا انت جو سي با كوا؟ فاش غادي نضرك انا الى تعطى الاساتذه المبرزين نظام اساسي خاص به؟ علاش حنا الحقره بزاف على ان النظام يعني الاستاذ المبرز لا يترقى الا مره واحده في حياته؟ علاش؟ ولا هذا التبريز هذا ما دام انه التبريز نظام سيستم ديكسيلونس. اش من اكسيلونس؟ هذه سيستم الحقره ماشي سيستم ديكسيلونس، هذا سيستم الحقره. هذا السيستم ديال التبريز هو سيستم الحقره من هذا الاتجاه. هذا كيخصنا كما الاساتذه الباحثين حتى الاساتذه المبرزين كيخصنا نصفوهم نعطيهم نظام اساسي يكون فيه 3 ديال الدرجات، والرقم 509 هو البدايه، وثم يتم موضوعه الناس في اعطائهم حقوقهم. والانسان يعني كيدمر وكيخدم وفي الاخر يعني كتجي فئات ولا اشخاص ولا سي با كوا ولا وزراء ولا سي با كوا كيوقفوا ضد هذا المشروع هذا. علاش؟ هذا المشروع هذا يعني قانونيا واداريا وبيداغوجيا عنده فوائد كثيره. اولا غادي يوضع حد لواحد المجموعه ديال الجدالات، واحد المجموعه ديال السجالات في الحركات الانتقاليه في كذا وكذا 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 وكذا، غادي يوضع لها حد وغادي تنطلق الامور، وغادي الناس اللي بغاو يخدموا نعطيو الناس اللي بغاو يخدموا. راه كاين اليد الشيخ كي تغافاي جو سي با كوا، ما عرفتش في المارشي نوار ولا شنو، وعطيهم حتى هما يخدموا البلد ديالنا. ولا خصني حتى نكون عندي سميتو نكون عندي واحد اليافطه ديال استاذ باحث باش سميتو عاد باش تبقاو تعطيو للناس باش يبحثوا. كاين اللي راهم يبحثوا بالسيف عليكم، يبحث تلقاوهم، مازال ما غتلقاوهم في كما يقولوا في باب التوبه. منين غادي يساليو؟ طبعا الانسان يعني ينبغي ان يغضب، ينبغي ان ينفجر. الانسان ملي كيحس بالحقره
يعني كفى من هذا سميتو هذا من هذه الخدمه هذه 36 سنه وانتم تجريوا باش ديروا النظام الاساسي، وفي اخر المطاف ما كان لا نظام اساسي ولا والو. الوزراء منهم من التحق بالرفيق الاعلى بربه وسي الوفا مثلا رحمه الله، وربما سيلتحق اخرون بسميتو، ومن الكتاب العامين من غادر ومن جاء، ومن الوزراء من غادر ومن جاء، وفي التالي مازال هذا النظام الاساسي هذا استعصى عليكم، على الرغم انه الفئه المستهدفه يعني اعطت اقتراحات وكانت هناك نقاشات، وفي هذه القناه هذه تم المناقشه، وكاين الاستاذ سي سعيد يعني ربما راه كيسمعني، راه حتى هو عطى واحد المقترح، وعطاو والسكرتاريه الوطنيه الاستاذ المبرزين عطاو مقترح، ولفينو عطات مقترح، وكل شيء الناس عطاو مقترح، كاع اقترحوا الشهاده لله، كل شيء اقترح، كل شيء عاون، ولكن في اخر المطاف الوزاره فين واقف، فين كاين لو بلوكاج، او بلوز اكزاكتومون فين كاين هذا لو بلوكاج. اذا اعتذر على هذا نرفزه على هذه النرفزه، لان الحقره واحد الا تحقر راه يقدر يدير نابورت كوا، يقدر يدير نابورت كوا. واحد الا تحقر يعني الحقوق ديالو كيشوفها مهضومه، والاخر كيشوفه ما كيدير والو، ما كان فين كنتوما كتحاسبوا على البحث العلمي. البحث العلمي يحاسب لي برودكسيون، وتحاسبوا على البحث العلمي. انتم الجامعات، الاساتذه الجامعيين كذا ما بغيتش انا نفرق ما بين الاساتذه الجامعيين. كاين الاساتذه الجامعيين اللي تبارك الله يعني مجدين كما قلت. هذا الموقف هذا راه كاين في القناه، اللي بغى يتبعوا راه كاين. ولكن كاين اساتذه جامعيين راكم يضحكوا على البحث العلمي، يضحكوا على الوطن، جالسين تما في بحبوحه الحريه فاهمينها بشكل مغلوط، بشكل غونفيرسي. اذا المواقف ديالي خاصه، ما لا اقصد حتى شي واحد. حنا بالنسبه لنا حقوقنا مهضومه، من حقنا نتنرفزوا، من حقنا يطلع لنا الدم، ومن حقنا نطالبوا بالحاح باش ان هذه الامور هذه توضع لها حد، والوزاره الوصيات يعني تحمل مسؤولياتها كما كيقول ختام هذا المراسله. لكل ما سبق السيد الوزير، فإننا نطلب منكم التعجيل بعقد اجتماع للحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي الخاص بالبرازين، يكون منصفا ومحفزا، ثم المرور للمرحلة الموالية الخاصة بإصداره وفقا للمساطير الجاري به العمل. يعني يمشي لمجلس الحكومة ويتصادق عليه ويخرج في الجريدة الرسمية، وهذا الشيء كله في أقرب وقت، لأن راه بزاف وحتى بأثر رجعي من 2024 حسن. يلا إذن تحية نضالية عالية للجميع، لجميع الأستاذ والأساتذة المبرزين، ولجميع نساء ورجال التعليم، ولجميع الشرفاء في هذه البلاد، وإلى لقاء آخر. تبقوا على خير.